في هذه الحياة كل منا قد يفقد إنسان عزيز عليه، إما أم أو أب أو زوجة أو زوجة أو أبناء أو حتى صديق. بلا شك المصاب جلل، إلا أننا نحتاج إلى أن نصبر حتى تستمر هذه الحياة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة فقدت ولدها، فقال لها: ألا تتقي الله؟ فقالت: أما ترى مصيبتي؟ ثم ذهب عنها، فجاءت يوم الثاني تعتذر منه، فقال لها: إنما الصبر في الصدمة الأولى. فهون عليك يا أخي، لن يخلد أحد في هذه الحياة. هون عليك، لعل الله نظر إليك ثم أحبك ثم ابتلاك. لا يوجد إنسان في هذه الحياة لم يتأذى من الناس، وعلى أساس تتجاوز أذاهم بالابتسامة تتجاوز حزنك، وبالصمت تتجاوز حماقات البعض، وبالكلمة الطيبة تتجاوز كراهيتهم، وبالصبر تتجاوز همومك. وإذا تميزت لا تتكبر على أحد، وإذا انتقدت لا تجرح أحد، وإذا تكلمت لا تستفز أحد. تعيش أسعد الناس ومهما بلغ أذاهم. لا تحبس الكلمة الحلوة في صدرك، لا تحبسها مهما بدت لك بسيطة. أنت ما تتخيل إيش قد أثرها في أحدهم. كم من إنسان قريب لك هو ينتظر يسمعها منك، قد تقولها وتمشي لكن هي تبقى تعيش فيهم. فأحسن العشرة مع أهل بيتك، وجمل أخلاقك مع القريب والغريب، وكن راقي في تعاملك مع الصغير والكبير، واجعل كلماتك بلسم تشفي فيها قلوب من هم حولك. فلا تحبس الكلمة الحلوة في صدرك. قطعة بالية فوق قطعة بالية أخرى. عندما لا يكون من نصيبك شيء أنت اخترته، تأكد أنه سيكون من نصيبك شيء أجمل ذاك الذي اختاره الله لك. يقول سيدنا عمر: ما أبالي على أي حال أصبحت على شيء أحبه أم على شيء أكرهه، لأنني لا أدري الخير في الشيء الذي أحبه أم في الشيء الذي أكرهه. وقل الحمد لله على ضيق أثقل صدري، والحمد لله على وجع ازداد به أجري. الرفق هي اللغة الوحيدة التي يسمعها الأصم ويراها الأعمى. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أخي العزيز، إن أحق الناس برفقك هي أمك وأبوك وزوجتك وأبنائك، حتى أخواتك. وأنت أيضا ارفقي بخادمتك وكل من يعمل تحت يدك. يقال: ما رفق أحد بأحد في هذه الدنيا إلا رفق الله عليه يوم القيامة. هذه القيمة تحتاج منا إلى أن ننشرها في زمن أصبح فيه كل شيء من حولنا قاسي. فارفق في الناس حتى يرفق عليك رب الناس. لا تفسد عقلك بالتشاؤم، ولا تفسد نجاحك بالغرور، ولا تفسد تفاؤل الآخرين بإحباطك لهم. ومن لا يرى في يومه ما يستحق التبسم عليه أن يغلق عينه ل10 دقائق ثم ليعلم وليرى كم أن هذا النور يستحق التبسم. وإذا امتلكت شيئا جميلا في حياتك تمسك به، ولا تبحث عن شيء أجمل، فربما تخسر الاثنين. واجعل لنفسك دائما مساحة جميلة للذكريات حتى تعود إليها في حاجتك. أنت متضايق لأن أتكلم عليك؟ لا تتضايق وأنا أخوك. لا تنزعج حين تجد شخص ما عنده غير أنه يبحث عن أسوأ ما فيك. فإبليس حين غار بحث عن أسوأ ما في آدم فلم يجد سوى أن يقول: خلقته من صلصال. لا تلتفت للحاقدين، واجعل من ذاك الحقود لك وقود وانطلق، واعلم بأن الكره والحقد لن يقتل سوى صاحبه.
الملياردير الحقيقي لا يعرض أمواله أو أملاكه للناس، ولكنه يعرف عن طريق الصحف اللي تنشر عنه. إلا حديثي النعمة، أقصد شخص ابتسم له الحظ بعد الفقر. تلاقيه يعرض خزانة ملابسه، يعرض أحذيته، مجوهراته، ساعاته، حتى لدرجة يعرض ماركة القلم. يوهم الناس أنه يملك كل شيء. قال سيدنا علي: إذا فقدت المال فأنت لم تفقد شيء، وإذا فقدت الصحة فأنت فقدت نصف الشيء أو بعض الشيء، وإذا فقدت الأخلاق فأنت فقدت كل شيء. فيا أخي، متى بنفهم أن أفخم قصور الأرض تبنى من الرمال؟ متى بنفهم بأن الغنى غنى الأخلاق وراحة البال؟ أما غير هذا يا أخوي فكل ما على التراب تراب. إذا كل من أنهكه المرض وأصبح طريح الفراش، أقول له لا تحزن وتضرع لمن يسمع دبيب النمل، فكم من بلاء كان لصاحبها نعمة، وكم من نعمة كانت لصاحبها بلاء. ولا تنظر على أن البلاء هو سخط من الله عليك. ربما اختارك الله ليسمع صوتك، ليسمع همسك، لينجيك، ليطهرك، ثم ينسيك مرارة الألم. فيا رب عافي كل جسد انهكه المرض، وهون على كل نفس لا يعلم وجعها سواك. فلا تحزن، فأنت تحت رحمة أرحم من في الوجود. أحيانا يجيك شخص يسمعك كلمة ويعكر يومك كله. تقول الحكمة يجب أن نضع في مخيلتنا سلة للمهملات، نضع فيها الكلمات الجارحة، ونضع فيها الكلمات المؤلمة، ونضع فيها حتى بعض الأشخاص، وسوي لهم ديلت وريح بالك. الرجل الذي لن يتكرر في حياتك، والذي لن يعوض غيابه أحد، لا أخ ولا زوج ولا ولد، لكل شيء بديل إلا لهذا الرجل. ذاك الرجل هو الأب، الحب الأعظم لكل فتاة، ومدرسة الحياة الأولى لكل شاب، الوحيد الذي يشقى لتسعد أنت. لا يسعنا إلا أن نقول: اللهم طول في عمر كل أب، وارحم من أصبح تحت الثرى. في طريقك لتحقيق أحلامك ستجد الشامت والغيور والحاقد. سيحاول هذا الإنسان أن يفشل حلمك. يولد هذا الإنسان أو هذا العدو وينكشف مع ولادة حلمك. قد يكون شخص غريب وقد يكون شخص قريب. إذا تبغي تقتل عدوك، اقتله بتحقيقك لنجاحك وحلمك، لا أن تقتل حلمك لتحقق نجاح عدوك. الأهم اقتل فيك الياس، ولله اترك الناس. نحرص في كل يوم أن نتفقد يوميات لأشخاص نتابعهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لا نتفقد من يعيش معنا في بيت واحد. هذا البيت قد تعيش فيه أم أو أخت أو زوجة أو أخ إلى آخره. ونسعد لما نسمع كلمة جميلة من شخص غريب لا نعرفه في تلك المواقع، بينما لا نعير أي اهتمام للكلمات الجميلة لنسمعها من شخص يعيش معنا في نفس البيت. حتى الأزواج وهم شركاء لحياة واحدة، أصبح كل منهم يبحث له عن حياة في عالم لا حياة فيه. مشاعرنا، الفرح والابتسامة، حتى الألم، اختزلناها في صورة جميلة أو في فيديو تم إعادته عشرات المرات حتى نلتقط أفضل اللحظات اللي صنعناها. لم يبقى من واقعنا سوى أجسادنا وأسماءنا، أما أرواحنا وأحلامنا أصبحت في ذاك العالم الافتراضي، حتى أصبح واقعنا خيال وخيالنا أصبح واقع.